Porque Francia acaba de poner en sus carreteras 400 radares móviles camuflados en coches normales y corrientes. فرنسا ولات كتستعمل التحراميات اللي خصكم تردوا بالكم منها. فرنسا ولات كتخدع المواطنين ديالها وحتى الزوار اللي كيجيو لدوله فرنسا اللي كيستعملوا الطرقان ديال فرنسا. فرنسا ولات كتوكل شركات خاصه باش يهزوا الرادارات ويراقبوا السرعه ديال السائقين. في هذه الحاله هذه باش يجبدوا اكبر عدد ديال المولطات من المواطنين بصفه عامه، سواء كانوا فرنسيين او كانوا مهاجرين او كانوا زوار لفرنسا. وهذه المساله هذه كتهم الناس اللي كيعيشوا في فرنسا، وايضا لو كنتي من الناس اللي غيستعملوا الطرقان ديال فرنسا رد بالك مزيان من هذا الشيء اللي ولا في فرنسا. غادي نتقسم معكم واحد التقرير قصير فيه فقط دقيقه ديال الصحافه الاسبانيه اللي مشات لفرنسا باش تعرف الحقيقه ديال هذا الشيء اللي ولات كتستعمل فرنسا اللي ما كتستعملو حتى شي دوله اخرى، وتقارنوا مع اسبانيا. تقرير بالاسبانيه طبعا الحال، وغادي نرجع معكم باش نفهمكم شنو وقع بالضبط وشنو كاين وشنو كيدور في الساحه اللي بزاف الناس ما عارفينش هذه القضيه. وكما قلنا هذا الامر هذا مهم سواء الناس كيعيشوا في فرنسا او الناس المستعملين الطرقان ديال فرنسا. غادي يفيدكم هذا الفيديو ان شاء الله اذا بقيتوا معايا حتى الاخر. شوفوا معايا هذا التقرير، خلي معكم واحد لايك ونرجع معكم. En Francia ya hay particulares que cobran hasta 1.500 euros por ir con un radar en su vehículo. Perdone. ¿Qué hace este señor en un coche? Perdone, ¿qué hace usted aquí? Control de velocidad, pero usted no es policía, ¿no? Se trataría de un radar móvil subcontratado por el ayuntamiento, pero no operado por un policía, ¿Y esto es legal que un particular haga fotos aquí? sino por un empleado de la empresa de radares. ¿Y a usted quién le paga? ¿El ayuntamiento? Una práctica muy común en muchos ayuntamientos de España, subcontratar el alquiler de radares y a su vez incluir el manejo de los mismos, algo que solo puede hacer un agente de la autoridad. Tiene que intervenir un policía, no puede haber un particular sentado en un coche utilizando un radar. Y en muchos casos, en vez de pagar por el servicio, dan una comisión por las multas puestas. Es ilegal, no puede ser que el ejercicio de la potestad sancionadora se condicione a un interés por parte de las empresas. Es lo más parecido que tenemos a la gestión de multas francesa, porque Francia acaba de poner en sus carreteras 400 radares móviles camuflados en coches normales y corrientes, conducidos por ciudadanos normales y corrientes, que a final de mes reciben hasta 1.500 euros por delatar al vecino que se pase de velocidad. Quienes los conducen deben tener al menos 10 de los 12 puntos del carnet y tienen prioridad profesores de autoescuela, conductores de ambulancia o policías. En España, la DGT descarta importar la idea. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع اينما كنتم، مرحبا بكم معنا جديد. كما شفتوا معايا هذا المقطع القصير ديال التقرير ديال الصحافة الإسبانية اللي كيدور في هذا التقرير هذا أن فرنسا ولات كتوكل شركات خاصة أو لناس عاديين كتخلصهم يعني صالير كيقدر يوصل حتى 1500 ديال الأورو باش يوز رادار ويراقب السيارات اللي كيمشيو ويجيو في الطرقان ديال فرنسا. العدد ديال هادو حاليا وصل اكثر من 400 رادار اللي محطوط في جميع الطرقان ديال فرنسا عن طريق يعني كنقولوا شركات خاصه او يعني بارتيكولار، ماشي البوليس اللي كيحملوا الرادار وماشي البوليس هما اللي كيراقبوا وماشي يعني لا دي جي تي اللي تابعين للدي جي تي، لا ناس عاديين. انت غادي تكون غادي كتستعمل الطريق غادي بواحد السرعه معينه، غتشوف واحد الطوموبيله واقفه في جنب الطريق، طوموبيل عاديه ما فيها بوليس ما فيها والو، فيها غير ناس عاديين او لا غير واحد شخص جالس، انت غتعتقد بان ما كاين والو. اذا كنتي فايت السرعه ب 10% او لا 20% ولا غادي يشدك بديك الرادار وغادي يغرمك غرامه ماليه. طبعا الحال هو فاش غيشدك الرادار ديالو غادي يتصل يعني مع الشرطه باش غادي يديروا الخدمه ديالهم ويتعرضوا لك ويشدوك. في هذه الحاله غادي يغرموك غرامه ماليه على السرعه اللي كنتي غادي بها. اذا كنتي بطبيعه الحال كتعيش في فرنسا وعندك الماتريكولا الفرنسيه فالبروسي او المولطه غادي تجيك للدار بحكم انك غادي تكون غادي تتفاجئ تقول او انا شكون شافني فين هذا الشيء هذا. يعني ابار ديك الرادار فيكس اللي حطاهم الدوله، ابار ديك الرادارات ديال المتنقلين ديال الشرطه، زادوا رادارات ديال شركات خاصه. شوفوا شحال ديال الرادارات باغيين يديروا، يراقبوك بالرادارات الخاصين اللي فيكس، ويراقبوك عن طريق الشرطه اللي كتحرك في الطرقان، ويراقبوك عن طريق شركات خاصه اللي باش انها زعما تراقب يعني المستوى ديال السرعه. واش كتظن هادشي كامل من اجل السلامه ديالك؟ هادشي كامل من اجل الصحه ديالك؟ هادشي كامل خايفين عليك؟ لا سيدي، هادشي كامل باش يحاولوا ما امكن انهم يحلبوك ويجبدوا منك داك الشيء اللي باقي فيك. حنا كنعرفوا اوروبا بصفه عامه الدوله الوحيده في اوروبا لحد الساعه اللي باقي الروتورات فيها كتخلص. انت كتمشي من اسبانيا كامله كتضربها تقريبا ما كتخلص حتى ريال الا بعض المناطق المعينه، وفاش كتطلع لفرنسا كتخلص من اللي كتبدا في فرنسا من بربيني وانت طالع حتى الاخر ديال فرنسا كامله خلاص. غير كتدخل مثلا دول اخرى بحال بلجيكا، هولندا، المانيا، كاملين كتمشي فيهم فابور، جميع الطرقان عندهم فابور، روتوروت فابور في
كل الدول الاوروبيه الا فرنسا اللي باقه جيعانه وباقه كتحلب بالمواطنين الفلوس ديال الروتورات، وباقا لحد الساعه كتخلص اكبر نسبه ديال الناس الجاليه المغربيه بصفه عامه ولا الجزائريه ولا اي جاليه اللي كيكون هو ديال البلاد، يعني كيكون جاي من بلجيكا هولندا المانيا، كيهودوا ما كيخلصوا حتى ريال من الدول ديالهم حتى كيجيو لفرنسا. فرنسا اللي فيها اكبر مسافه كيخلصوا ديك المسافه كامله ديال فرنسا، يعني كتحلب المواطنين هادشي كامل. خلص روتوروت ودير لهم الرادار ديال البوليس ودير لهم الرادار فيكس وزيدهم رادارات متنقله ديال الشركات الخاصه. ايوا زعما شنو رايكم في هادشي هذا اللي كدير فرنسا؟ يعني انا صراحه السياسه ديال فرنسا بصفه عامه في جميع الميادين ما بقاتش كتعجبني، في جميع الميادين، سواء كتعلق الامر بهذا الشيء هذا ديال الرادارات والطرقان، سواء تعلق الامر بامور اخرى اللي عندها علاقه بالتربيه وعندها علاقه بالدين وعندها علاقه بكل شيء في فرنسا اللي اصبحت زعما الشوهه ديال اوروبا صراحه في هذا الشيء اللي ولات كدير فرنسا. مني الفيديو ولكم التعليق الاخوان، اش بالكم في هذا البلان ديال فرنسا؟ تحياتكم جميعا في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.